إخوان، اليوم جينا نهضروا في القضية التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، هي وفاة الكولونيل نور الدين العطور والد ابتسام اللي توفى يوم 18/3 سنة 2018. ابتسام صرحت بأن الوفاة ديال الأب ديالها ما كانش طبيعية بل مات مقتول، والأم ديالها كتصرح بأن الوفاة ديال الزوج ديالها كانت وفاة عادية. انا تبعت الفيديو ديال ابتسام والخرجات ديالها، ولقيت بعض التناقضات في الاراء ديالها اللي غادي نحاول نناقش معكم، وحتى بعض التعليقات اللي كتبوها المشاهدين في لي كومونتير ديال الفيديوهات ديال ابتسام. اول لقطه غنبداو الاخوان هي كيفاش ابتسام شكات بان الوالد ديالها مات مقتول من خلال هذا المقطع هذا. منين دخلت شفتو بقيت جالسه معاه كنقيس هكا وجهو، رجع الكفن شويه اللور، كنشوف على انه وجهو مقموش. واخا ابتسام، انت ملي عريتي على الوجه ديال الاب ديالك الله يرحمه في هذا النهار هذا ويتجاوز عنه، لقيتي فيه قمشات، وتمايا قلتي بان الام ديالك ملي جات نهار الوفاه لقيتي في يديها قمشات هنا في يدها، وملي سولتيها قالت لك راه غير قطه اللي قمشاتني، الامر اللي اثار الاستغراب ديالك ابتسام. واخا انت ملي شفتي القمشات هنا، واش هذوك القمشات انا غنمشي على الهضره اللي كتبوا الناس في لي كومونتير واللي لقات اكثر اعجابا، ملي الوالد ديالك شتي فيه القمشات هنا، واش الطبيب الشرعي ما شافش دوك القمشات؟ واش المغسل اللي كان كيغسل الاب ديالك رحمه الله وعليه ما شافش هذوك القمشات؟ ولا سيما بان الاب ديالك رجل امن وعنده مرتبه مهمه في الامن. قبل ما نكمل لكم الفيديو الاخوان، كاين واحد الصديق عنده واحد القناه كيصدر كتب وكيناقش مواضيع تاريخيه ومواضيع جد مهمه، غيشرح لكم هادشي في الفيديو ديالو. مرحبا، معكم سعيد السعدي، كاتب وروائي وباحث في سلك الدكتوراه. من إنتاجاتي رواية رحلة الشتاء والصيف والخريف، رواية قبل الربيع بقليل، وكتاب مقالات في الفكر العربي الإسلامي، وصاحب قناة الحكمة العربية. قناة الحكمة العربية التي تنشر محتويات تاريخية عن تاريخ وأسرار المغرب القديم والمعاصر، وأيضا مهتمة بتحليل القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية الراهنة. بعد مجهود كبير وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى عدد كبير من المتابعين، والآن أطلب منكم جميعا وأناشدكم أن تلتحقوا وتعززوا قاعدة المتابعين وقاعدة المشتركين للاستفادة والمتعة. كنتمناكم تدعموا القناه ديالو الاخوان، ونكمل الموضوع ديالنا. وحنا كنعرفوا بان التحقيقات ديال رجال الامن في بحال هاد الحالات هادو كتكون دقيقه، ما غدوش عليهم، واخا تبان لهم بان القضيه هي حادثه سير عاديه، ولكن رجال الامن غيدقوا، ولكن ملي دقوا ما لقاو والو. وخرجتي وصرحتي كتقولي بان الام ديالك كتقول بان قالت لك اييه راه باك مات مقتول، باك مات مقتول وسريجي طوالك كما قلتي في هذا الفيديو هذا. قالت لي يا ربك مات مقتول وانا معايا ناس كبار وما دارش تشريح وباك تدفن وصافي دابا سالينا سيري جري طوالك. واخا ابتسام، بيني وبينكم الاخوان، واش شي واحد اللي كيكون قاتل ومرتكب جريمه كيبوح بها، كيعترف على راسو، كيقول بانني انا داير، انا قاتل، سير جري طوالك؟ هاد المساله اثارت الاستغراب ديالي وحطات بزاف ديال العلامات ديال الاستفهام. خرجت يا ابتسام ثاني موراها وكتقول لك بان الام ديالك هي اللي رفضات تشريح طبي الاب ديالك كما غيبان لنا في هذا الفيديو. هي اللي كتقول لنا التشريح ما يدارش. نشوفوا التصريح ديال الام ديالك على ودي تشريح طبي اللي انت دليتي به في هذا التصريح الصحفي. انا ما احنا كلمه تشريح ما دارش يدي ما دارش عندنا في الدار كاع، حنا ما كانش عندنا حتى حاله شك. واخا ابتسام، انت قلتي بانك كنتي عايشه مع الام ديالك، الامر اللي كتنفيه الام ديالك كتقول بانها ما كانتش كتربطك بها اي علاقه من نهار تزاديتي تربيتي على دار جداك كما غنشوفوا في هذا التصريح ديال الام ديالك. كتعيش عندي بنتي وشهاده الناس وشهاده الجيران. اذا السؤال المطروح الاخوان هنا، الام كتدلي بانها ما كانش كتربطها شي علاقه ببنتها، وبانها من نهار تزادت وهي كتعيش على دار جداها، وابتسام كتخرج في هذا التصريح هذا وكتقول بان انا من الصغر ديالي وانا كنشوف الاب ديالي والام ديالي كي ديما في صراع وكيتصادعوا
في هذا المقطع هذا. داك الصداع اليومي كانوا كيتفرجوا فينا كاع عباد الله والجيران راه شاهدين على هادشي. دائما راه دائما تقريبا. هنا الاخوان بات لي القضيه شويه ماشي تلهي. كيفاش انت ابتسام ما كنتيش عايشه مع الام ديالك من نهار تزاديتي وكتقولي بانهم كانوا كيتصادعوا بشكل يومي وكنتي كتسمعي الصداع ديالهم يوميا؟ كيفاش القضيه دي ومن كنتي ما كنتيش عايشه معاهم بصفه نهائيه؟ هنا الاخوان الامر يثير استغراب وكيطرح بزاف ديال علامات استفهام. نمشي معاكم ثاني الاخوان. ابتسام خرجات وقالت بانها الاب ديالها والام ديالها اتفقوا على الطلاق وبانهم كانوا بشكل يومي كيهضروا على هذا الموضوع ديال الطلاق، غادي نطالقوا ما غادي نطالقوا ما غادي نطالقوا كما قالت في هذا المقطع. هي فاش مشاو جاو قال لي رحنا اتفقنا على الطلاق، ولكن ملي رجعنا للتصريح ديال الام ديالك كتقول بانها عمرها ما كانت واقفه على الطلاق بصفه نهائيه، وهذا التصريح اللي سمعاته منك اول مره كتسمعه وكتستغرب. انا ما ولدي ما كنا واقفين لا على الاطلاق ولا شي حاجه. هاد الكلمه ديال الطلاق انا اول مره تنسمعها منها هي. اذا دابا الاخوان بيني وبينكم مع من غنمشيو؟ واش غادي نمشيو مع الروايه ديال الام ولا غادي نمشيو مع الروايه ديال البنت؟ البنت كتقول تصريحات وفي حق الرد من طبيعه الحال الام حتى هي عندها تصريحات. واخا لقيت بزاف ديال المغاربه ما تعاطفوش مع الام ديالها حيت من طريقه الكلام ديالها ايديها كيقفقفوا، بناتها كيسكتوا كدير لهم بحال هكا بايديها زعما سكتوا خلوني ندوي انا. كاين نوع ديال الارتباك ونوع ديال شي حاجه ماشي تالي شي حاجه غامضه في هذه القضيه. واخا ابتسام كتقول بان الام ديالها عرضات عليها مبلغ ديال 30 مليون سنتيم. ركزوا معايا الاخوان في هذه النقطه. ابتسام كتقول بان الام ديالها عرضات عليها مبلغ ديال 30 مليون سنتيم كما هو مبين لك في هذا المقطع ديال الفيديو هذا. قالت لي شوفي غنعطيك فلوس وسيري خديهم وخرجي عيشي حياتك وبعدين من هادشي راه غتجيبيها في راسك. انا داك ليا مات 30 مليون. ولكن في نفس التصريح ديال ابتسام كاين تصريح مضاد لهاد الهضره اللي قالت بان السبب ديال الخلاف ديال الام ديالها والاب ديالها كان بسبب الفلوس. وشنو كان سبب الخلاف؟ فلوس ولا. اذا الاخوان هنا ما كيبانش لكم بان الامر غريب؟ كيفاش الخلاف ديال الاب والام ديال ابتسام كان على الفلوس ياك كما صرحات في هذا الفيديو، وكتقول بان الام ديالها بغات تعطيها مبلغ ديال 30 مليون سنتيم. كيفاش الام ديالك عندها مبلغ ديال 30 مليون سنتيم وكتضارب مع باك على الفلوس؟ كيفاش الام ديالك كما كتقولي في احد التصريحات ديالك بانها عطات الفلوس الربعه ديال خوتك، يعني بما فيهم انت، يعني 30 مليون في 30 مليون في 30 مليون في 30 مليون هو مبلغ ديال 120 مليون وكتضارب مع باك على الفلوس. كي درتي ليها ابتسام؟ وملي سولك السي حميد مهداوي في التصريح الصحفي قلتي لي بان الام ديالي عندها رزقها ما خداماش ولكن عندها رزقها كما غيبين لكم في هذا الفيديو هذا. ومنين جات 30 مليون؟ واه تبارك الله راه عندها رزقها. خدامه هي؟ خدامه كان عندها رزقها. اذا هذه النقطه الاخوان هذه اثيرت الاستغراب ديالي. كما قلت لكم كيضاربوا على الفلوس شويه الام ديالها عندها الفلوس. كيفاش القضيه هذه؟ كيفاش القضيه ديالي كتقول بان الام ديالك عندها مبلغ ديال 120 مليون بانها محاوله ترشيك وهي ساكنه في دار فيها 52 مترو؟ كيفاش كتقول بان الصداع كانوا كيتفرجوا فيه كاع الجيران والام ديالك كتقول بانها عمرها ما كان عندها شي صداع كما غيتبين لكم في هذا الفيديو؟ كانت نقاش اي نقاش عادي بحال اي راجل ومرأة. بحال اي رجل ومراه. عمره ما ضربك؟ ما عمرو قصني وشهادة الجيران عمر الراجل ما حط عليه يديه. هنا الاخوان المسائل غامضه واحد شويه. حنا ما غنكذبوا حتى شي واحد، حنا الكلمه الفيصل غتبقى الرجال القانون، غتبقى القضاء المغربي هو اللي غيفصل في القضيه، مع العلم ان ابتسام دارت العديد من الشكايات قبل ما تخرج الاعلام وحالتها السيد وكيل العام الملك، ولكن وكيل العام الملك كان يحيلها للحفظ لعدم وجود ادله كما صرحات. ما كتعرفوش سبب الحفظ؟
الاسباب الحفظ الاغلبيه كتكون لعدم وجود ادله كافيه. اذا هذا الاخوان الى بان المعنى لا فايده من التكرار. اذا كانت النيابه العامه بالجهاز ديالها والضابطه القضائيه بالاجهزه ديالها والقضاء بالمؤسسه ديالو ما لقاش ادله كافيه من اجل مراجعه الملف والبت في الحكم فيه، فكيفاش انت ابتسام بمجرد النظره ديالك الاب ديالك الله يرحمه، هذا من حقك، هذا من حقك، انا ما كنعارضكش، ولكن هذا كيبقى الراي ديالي الشخصي انايا. كيفاش انت غير من النظره الاولى فاش شي الاب ديالك مقموش هنايا دغيا قلتي بان هذه جريمه ديال قتل غير من قمشه؟ علاش ابتسامت بان ديك القمشه تقدر تكون بان الوالد ديالك فاش وقعت ليه لاكسيدو ضربوا البابريز مثلا، حيت اكسيدو هذيك ماشي السيد مثلا لقاو مقتول غنقولوا فيه هنا كدمات في ضربات، هذيك اكسيدو يعني طوموبيل دارت واحد لاكسيدون، شيء طبيعي الاب ديالك غيتسطح مع البابريز، غيطيح فوق من الطوموبيل، غيتحرد من هنا، غيتضرب من هنا، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. كيفاش انت غير من خلال هذه القمشه هذه حاولتي تحولي هذه المساله الى جريمه قتل؟ هذه المساله اللي اثارت الاستغراب ديالي الاخوان، ونتمنى منكم انتم الاخوان في هذا الفيديو ده تفاعلوا معاه وتعطيوني الاجوبه ديالكم. انا ما مع الام ما مع ابتسام، ولكن غير التصريحات اللي كتبان لي هي تصريحات فقط شفويه، وانتم تعاملتوا مع ابتسام بالعاطفه، من حقكم كمغاربه تتعاملوا معها بالعاطفه، هذاك باها مات الله يرحمه، ولكن القانون لا يتعامل بالعاطفه. وخصك تعرف ابتسام بان هذا الشيء الى دار بحث وثبت من طرف الجهات المختصه بان هذا الشيء مفبرك ولا اساسه له من الصحه، راك غتكوني محط متابعه قضائيه بتهمه الوشايه الكاذبه. باش تعرفي هذه المساله هذه المساله ديالك تيرد ضجه في الراي العام، وكل شيء ولا كيهضر عليها، وكل شيء ولا كيبحث على الحقيقه. حتى انا بدوري كنبحث على الحقيقه وباغي نعرف اللغز ديال هذه القضيه هذه. نتمنى الاخوان تفاعلوا مع هذه القضيه وتفاعلوا مع هذا الفيديو ديالي اللي فقط الذي لا الوم فيه احد ولا اتهم فيه احد، بل فقط نبحث عن الفيصل ونبحث عن الحقيقه. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو، تبارطاجيوه. السلام عليكم ورحمه الله.